تعرف ان جايزه لاعب المباراه في البريمير ليج بيخبوا جواها هديه، والهديه دي بيقولوا انها حرام. طب واللعيبه المسلمه اللي بيكسبوها بيعملوا بيها ايه؟ الموضوع ده وراه حكايه. في العادي وانا بحضر لاي فيديو بيجي في بالي اسئله غريبه، زي السؤال اللي سالته لك في الاول، وايه اللي ممكن يحطوه جوه الجائزه دي. لما دورت ورا الموضوع لقيت اكتر من صانع محتوى اجنبي بيجاوبني على السؤال ده، وكلهم اجمعوا ان الجائزه دي جواها ازازه شمبانيا، وانها بقى بتتحط جوه الجائزه مش بتتقدم عادي زي زمان، خصوصا بعد ما يايا توريه رفض يستلمها بسبب انه مسلم. وحتى بعد تغيير الراعي بتاع الشمبانيا فضلوا برضو يحطوها جوه الجائزه. انا بقى عن نفسي ما اقتنعتش بالكلام ده، دخلت دورت جوه موقع البريمير ليج الرسمي، بعد كده اكتر من صحيفه انجليزيه ولا واحد فيهم ذكر ان الجائزه جواها حاجه. قلت ما بديهاش بقى، احنا نروح للذكاء الاصطناعي. الواطي قال لي انه معاهم حق، بس لما دورت على المصادر اللي هو معتمد عليها في اجابته لقيتها نفس المصادر الاجنبيه اللي نقل الكلام ده بدون مصدر رسمي. فاستنتجت في النهايه ان ده مش كلام حقيقي، وان هم غالبا عايزين مشاهدات وكليك بيت. اما بقى المصادر الرسميه فبتقول انها مجرد جائزه مصنوعه من الاكليريك. قول لي انت بقى في الكومنتات شايف الجائزه دي ممكن يكون جواها ايه؟ وصلت لحد هنا لايك وفولو. اصحابكم السلامه.